ان هذا الجيل هذا اللي كنلاحظوا ديال المغاربه الامريكيين انهم متجهين للدراسه، وهذا الشيء مزيان. خوتي المغاربه، مساء الخير. لا بد علينا باش نقراو هنا لتحسين الوضعيه الماديه والمكانه ديالنا داخل المجتمع الامريكي. المفتاح ديال النجاح في الولايات المتحده الامريكيه هو القرايه، والمثال على ذلك ان اول مره ملي جيت هنا للولايات المتحده الامريكيه كنت خدام مع شيفور ديال الطوبيس في المطار، ولكن مع ذلك مشيت كنقرا وفي ظرف ديال 3 سنين مع التخرج ديالي انا الان درت بروميسيون في الخدمه وكندير دابا مانجر في الشركه اللي كنت فيها شيفور. كنت عندي رغبه باش نقرا، كانت الظروف ديالي صعيبه بزاف، بحال انا خدمي ضابط عمري نفكر في القرايه، ولكن كان عندي شي افاق وداكشي اللي كنت في المغرب ونحقق ليها شي حاجه، وبغيت نجيبها لهاد البلاد وتشوف لي تاخذ كاستي. خديت اساسيات ديغري في كريمينال جاستيس، وخديت سيرتيفيكيت في كريمينال لاو انفورسمنت كريمينال. والنصيحه اللي نعطيها لاي واحد هو انه يصنف مع عمرك تقول بان تو ليت باش نقرا. النتيجه كاينه، النتيجه هو هذه سبب جوج سيمانات باش خديت الدبلوم ديالي في الماستر في الفاينانس. وكنصح اي واحد راه ماشي مع عمرو يقول بان راه اني جابت خطا فون بيان في غادي يبغى يدير شي حاجه راه غيديرها. الصالح الحمد لله دار وكل شيء خير، يعني هذا دليل قاطع باش هنا يعرفوا الشباب ان بلي جينا هنا اهم حاجه هي لا لابورتينيتي هنا الدوله كتعاون ماديا ومعنويا. لابد على كل انسان يتواجد في امريكا باش يستغل الفرصه باش يقرا في الجامعات ديالها اللي كتعتبر من احسن الجامعات في العالم. هذا هو راهو نهار كبير ونهار كيشرف المغرب وناس المغرب، لانه كل الشباب المغاربه كيجيو الغربه اول شيء اللي كيبغيو يديروه كيتقدموا في الدراسه ديالهم، كيتقدموا في الشغل ديالهم، وان شاء الله هذا الشيء كيعاون المغرب، لانه الشاب المغربي ولا الشابه المغربيه كتكمل الدراسات العليا في امريكا كترجع للبلاد وان شاء الله كتساهم وتعاون المغرب باش اقتصاديا. عندنا الناس اللي جات لنا عامين 3 سنين الحمد لله كيخدموا في شركات كبار، جوجل، شركات عالميه، لانهم اتجهوا الاتجاه ديال المدرسه، والحمد لله حتى الجيل هذا جاب الاوراق ديالو ماشي بحال الجيل اللي من قبل. اذا كتسمح ليه الظروف باش يمشي يقرا وسميتو خصو يستغل هادشي، وكنصحوا كاع الشباب ديالنا باش يقراو وياخذوا الشهادات ويدخلوا باش تكون الجاليه ديالنا الجاليه المغربيه الامريكيه عندها واحد الحضور واحد الوزن في المجتمع. حنايا فخورين اللي كنشوفوا المغاربه متخرجين وياخذوا بوستات اللي تشرفنا، باش الا سولك شي واحد انت منين كتقول لي انا مغربي تتكون مفتخر بها. الدراسات الميريكان كتعلمك الثقه في النفس وكيفيه التعامل مع الاخر، كما انه كتاخذ بها واحد التجربه عالميه اللي البلاد ديالنا المغرب حتى هي محتاجه لها. واخا الانسان كنا كبر في العمر ديالو لابد ما خاصو يكمل الدراسه ديالو، لحقاش الدراسه زعما هنا في الولايات المتحده هي مفتاح النجاح. I want to encourage all the Moroccan community that comes to live in the United States to foster their education, to continue seeking for more opportunities for advancement. In the beginning, it's difficult because of the language barrier, but once you are able to overcome that, everything is possible. A piece of advice for everybody is to continue to work hard, and I think everybody who comes here as an immigrant is very, very familiar with that, and it really gets you places. There is so much you can do. First time اللي كتجي راه ضروري كتحاول باش تندمج، ما يمكنش تاخذ واحد البوست اللي تكون مرتاح فيه، الا من بعد كدير واحد المجهود وكتوجه باش تكمل الدراسه ديالك وتقرا، والحمد لله هذاك المجهود ما كيمشيش هباء منثورا. والهدف ديالي الاساسي وانا كنحاول المتحده الامريكيه هو انني نستمر حتى ناخذ الدكتوراه في البيزنس، وهاد المعلومات وهذا الشيء كاع اللي جيت هنا باغي نرجعوا للبلاد، باغي نرجع شي مستشار في الاقتصاد ولا شي حاجه، المهم غادي نعاون بلادنا. في النهايه بغيت نقول لكم اذا خديتي دبلوم في ميريكان فانك غادي ترتاح في الحياه ديالك، ما غاديش تبقى تحتاج 2 خدمات. وكنذكركم بان العلم أولى وأحسن من المال، فالمال يزول والعلم لا يزول. إلى اللقاء. أفراح ونجم مساء وصباح.
فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، حلم جميل في خيالنا ومغابش في يوم عن بالنا، حلم جميل في خيالنا ومغابش في يوم